كل عصر وعلى مدار التاريخ بيكون في لعيب أسطوري، لعيب مختلف عن كل اللي حواليه، وغالبا بيكون هو أيقونة الجيل ده، زي مثلا بيليه ومارادونا وكرويف والأمثلة كتير. لكن المختلف النهارده إن الجيل بتاعنا كان محظوظ إنه عاصر أسطورتين وأيقونتين للجيل بتاعه. وفي عالم الكورة قليل قوي لما تلاقي لعيبة بتغير في تاريخ اللعب، 2 لعيبة خلونا نقعد نتفرج عليهم بالساعات، ولا فارق معانا أداء ولا حتى نتيجة. كل اللي فارق معانا إننا نستمتع بالسحر اللي بيقدموه في الملعب. من أول ما ظهروا العالم اتقسم نصين، نص ميسي ونص كريستيانو. بس قبل ما اسمعك الحدوته، كوبايه قهوتك اللذيذه واسمعني الكام دقيقه الجايين دول. خلينا متفقين ان الاتنين دول معجزه بكل المقاييس، وكتبوا التاريخ بارقام محدش يقدر يكسرها. كسروا كل القواعد وحققوا ارقام محدش قبلهم ولا بعدهم هيقدر يحققها، وكسبوا كل البطولات ما عدا بطولة واحدة بس كانت هي الحكم ما بينهم. سنة 87 وفي مدينة روزاريو الأرجنتينية بيتولد طفل اسمه ليونيل ميسي. جسمه صغير جدا وأضعف من باقي الأطفال اللي حواليه، لكن هو عنده 11 سنة أهله اكتشفوا إنه عنده مشكلة في هرمونات النمو، ولو ما اتعالجش جسمه مش هيكبر بالشكل الطبيعي، والعلاج كان غالي جدا واهله ما يقدروش يتحملوا التكلفه. وهنا يجي دور برشلونه. سنه 99 ميسي سافر مع اهله لاسبانيا عشان يعمل اختبارات، وهنا ظهر كارلس ريكساش كشاف المواهب اللي ما صدقش اللي عينه شافته. ميسي اللي كانت الكره حرفيا بتسمع كلامه، وهنا ريكساش قرر انه يستغل الفرصه وقام طلع منديل من جيبه وجري على ميسي وخلاه يمضي اول عقد في تاريخه مع برشلونه، وكمان النادي هيتحمل تكلفه العلاج بتاعته. اما بقى لو رحنا الناحيه الثانيه، ففي جزيره ماديرا في البرتغال سنه 85 بيتولد طفل اسمه كريستيانو رونالدو، وحياته كانت صعبه جدا وما كانش عارف يلاقيها منين ولا منين، من ابوه اللي مدمن كحوليات، ولا الفلوس معاهم اللي قليله، ولا طفولته اللي مليانه ضغوطات يا اخي. وهو صغير ما كانش بيعمل حاجه غير انه شايف ان الكره دي هي طوق النجاه، ورغم كل الضغوطات اللي كان بيعيشها ما كانش شايف قدامه غير حلم واحد: انا لازم ابقى لعيب كوره. وفعلا خد ديله في اسنانه وساب جزيرته وسافر على لشبونه، وهناك انضم للناشئين. كان فعلا لعيب مختلف، هو اي نعم ما عندوش الموهبه اللي عند ميسي، بس كان عنده الاخطر منها: الاصرار على النجاح والتطور. وسنه 2003 بيتعمل ماتش ودي احتفاليه يعني بين لشبونه ومانشستر يونايتد، وعمك الدنيا معلم مسك دفاع اليونايتد، خد هنا وهات هنا ويمين في شمال. وخليني اقول لك يا مؤمن ان من كتر ما هو جامد، لعيبه اليونايتد بنفسهم هم اللي طلبوا من السير أليكس انه يتعاقد معاه لانه لعيب مختلف. اما الناحيه الثانيه سنه 2004 وماتش ما بين برشلونه واسبانيول، وفي الدقيقه 82 المدرب الهولندي ريكارد بيستعين بناشئ من على الدكه، والناشئ ده بقى كان مين؟ عمي وعمك وعم الناس، ليونيل ميسي. وخليني اقول لك انه من اول ما نزل ومحدش كان عارف ياخد منه الكوره، وده خلى العالم كله يقول ان احنا قدام موهبه نزلت من السما. وبسبب كل الحواديت اللي عمال احكيها لك دي، الاتنين دول خلوا العالم كله يقول ان احنا داخلين على حقبه تاريخيه كرويه مش هتتكرر تاني. 2 لعيبه جامدين قوي وشكلهم كده هيغيروا في تاريخ اللعبه. ميسي اللي مع برشلونه ما كانش بيقف قدامه حد، وخليني اقول لك ان كده برشلونه في الفتره دي كان فريق بسم الله الرحمن الرحيم بياكل الاخضر واليابس، واداره برشلونه ما تسكتش، تقوم كمان جايبه لهم بيب جوارديولا. وميسي كان هو مفتاح اللعب في برشلونه، اللي هيحل لك اي حاجه. عايز ترقيصه خد دي، طب عايز جون خد ده، طب عايز تستمتع وتتبسط اعمل لي سبسكرايب. اما بقى الناحيه الثانيه، فعمك السير أليكس واخد فرق العالم كله غسيل ومكوى، ما كانش معاه لعيب الكوره، دول كانوا مقاتلين. تقوم عامل ايه؟ اجيب لهم كريستيانو رونالدو، اللي من الاخر كده الاصرار عنده ما بيعطلش، وكل يوم تحدي جديد وجون جديد. ومن هنا بدأت أعظم مناقشة كروية في التاريخ: مين الأفضل، ميسي ولا كريستيانو؟ سؤال اتسأل ملايين المرات، وبسببه بقى في خلافات على القهاوي وخناقات على السوشيال ميديا ومناقشات في المدارس. مين أحسن من مين؟ ناس شايفة إن ميسي موهبة مش هتتكرر، وناس تانية بتقول إن كريستيانو مثال للنجاح والإصرار. كريستيانو اللي عنده 36 بطولة، منهم 5 دوري أبطال و5 بالون دور، وحرفيا بقى آلة تهديفية مع الأندية اللي بيلعب فيها. أما بقى ميسي اللي معاه 47 بطولة، منهم 5 شامبيونز و6 مع المنتخب و8 بالون دور. يعني من الآخر كده الاتنين دول مقفلين كل حاجة. بس اللي محدش كان واخد باله منه ان الاتنين دول بيكتبوا تاريخهم في نفس الوقت، بس كل واحد بطريقة مختلفة، والاتنين كانوا بيحاولوا يثبتوا ان كل واحد فيهم اعظم لعيب في العالم. انما الناس بقى كانت شايفة ان اللي هيحسم حدوتة مين الافضل دي من الاخر كده هو كاس العالم. الارجنتين اللي كانت عايشة على ذكريات دييجو ارماندو مارادونا كانت بتحلم ببطل جديد، بطل يشيل المنتخب على كتفه ويجري بيه، وطبعا كل الانظار كانت على مين؟ ليونيل ميسي.
لكن في كل مره الحلم ما كانش بيتحقق، مره يخسر كوبا، مره يضيع نهائي كاس عالم، ومع كل ضياع حلم وخساره لقب الجمهور الارجنتيني ما كانش بيرحم. نقد ما بيخلص، ووصفوه بالمتخاذل اللي ضيع المنتخب، لدرجه يا مؤمن ان في ناس طلبته بالاعتزال. وفي 2016 وقدام تشيلي في نهائي الكوبا ميسي بيضيع اول ضربه جزاء، وبيكون سبب رئيسي في ان الارجنتين تخسر البطوله. وفي الوقت ده بيقرر الاعتزال الدولي ويفضها سيره، وبيقول ان يا جماعه الحدوته خلصت. اما بقى الناحيه الثانيه فالجمهور البرتغالي ما كانش مآمن غير بحاجه واحده: طول ما معانا كريستيانو كده احنا ممكن نعمل المعجزات كلها. وبرغم ان البرتغال نفسها احسن مركز حققته في كاس العالم كان مركز ثالث، الا ان الجمهور عمره ما فقد الثقه في الدوم، وعمك الدوم ما كدبش خبر، وفعلا بيحقق بطوله اوروبا. ولكن ماذا بعد؟ فين الحلم الكبير؟ احنا عايزين كاس العالم. وده سؤال كان بيتسأل لاتنين هم اهم اساطير الكرة في التاريخ، وانا بصراحه ما كنتش قادر افهم، وكان على طول بيخبط في دماغي سؤالين: هو الجمهور فعلا مش هيقتنع ان الناس دي اساطير غير لما يحققوا كاس العالم، ولا الجمهور من كتر عشمه فيهم واعترافهم ان هم افضل اتنين في التاريخ كان املهم فيهم كبير؟ وبعد رجوع ميسي من الاعتزال اللي بالمناسبه ما طولش، قدر يحقق الكوبا مع الارجنتين سنه 2021، وبكده مفيش حد احسن من حد. زي ما ده حقق بطولات مع المنتخب، ده كمان حقق بطولات مع المنتخب، بس الاتنين كانوا شايفين ان لسه حلمهم ما اتحققش، لسه حلمهم ناقص حته، وهو انه يبقى بطل العالم. وهنا هنروح لاعظم بطوله في التاريخ، كاس العالم، وخصوصا في قطر 2022. الكل كان عارف ان دي اخر فرصه للاتنين، اخر فرصه لميسي واخر فرصه لكريستيانو، وكل الناس كانت عينيها عليهم. لكن البطوله مشيت في طريقين مختلفين خالص. الارجنتين اللي داخله البطوله دي ورفع شعار من اجل ميسي، واللي لعبت اول ماتش قدام السعوديه، وفي حدث تاريخي اول مره يحصل في التاريخ المنتخب السعودي الشقيق بيفرح العرب كلهم وبيفوز على الارجنتين. وهنا ميسي فقد الامل، شكل الحلم بتاع كل مره هيتعاد تاني. اما بقى الناحيه التانيه فالبرتغال رفع شعار: اللي عنده الدون زينا نقول له يا عمنا، وبتعمل دور مجموعات قوي جدا بتكسب فيه غانا والاوروجواي، ولكن في اخر ماتش بتتصدم بالوحش الكوري الجنوبي وبتخسر منه في اخر جوله. بس كده كده ولا يهمنا، الصعود لدور ال16 مضمون. اما بقى الناحيه الثانيه فعمك المعزه ومنتخبه بيلعبوا المكسيك، ماتش معقد ومتقفل والمكسيك راكنه الاتوبيس ورا، بس على مين؟ عمك ميسي يلطش له واحده من على ال18 تيجي في وش الشيطان، والارجنتين تكسب الماتش 2-0، وبعدها تقابل بولندا اللي برضه بتديها 2 مستريح، تصعد هي كمان لدور ال16. وفي دور ال16 البرتغال بتقابل سويسرا اللي حرفيا بتاكلها كوره وبتديها 6، في رساله للعالم كله اللي حابب يجرب يقرب. والارجنتين بتقابل في دور ال16 استراليا وبتغلبها 2-1، برضه بتقول للعالم كله ان البطوله دي بتاعتنا، والاتنين بيصعدوا مع بعض لدور الثمانيه. البرتغال لا حول ولا قوه الا بالله بتتصدم بالطموح المغربي، وفي مفاجاه المغرب بتكسب البرتغال 1-0 وبتخلي البرتغال تودع البطوله، وعمك الدون الحلم راح عليه. اما بقى الارجنتين فبتلعب هولندا اللي كان معاهم سكواد والله ما اتمنى لعبهم في ماتش بلاي ستيشن، ماتش مولع والارجنتين ماسكه الكوره، وعمك ميسي بيصنع الجون الاول وكيف رآه، وهوب بيحط الجون الثاني اللي بينهي بيه على احلام همام انه يشتري محل توسكانيني. لكن الاستسلام مش هولندي اللي جاب الجونين ورا بعض وخدت الماتش الوقت الاضافي، ومن غير رغي كتير الماتش راح لضربات الجزاء والارجنتين كسبت في ماتش حصل فيه خناقات كتير قوي واحداث كتير قوي. وفي دور الاربعه الارجنتين بتقابل كرواتيا اللي بتديها 3 مع الرأي، وميسي كالعاده بيصنع وبيسجل، والتاني مره في تاريخه الكروي يصعد لنهائي كاس عالم. وهنا بقى في حدوته، الارجنتين خلصت احتفالاتها يا معلم ومستنيه الكسبان من المغرب وفرنسا، ومن غير رغي برده كتير فرنسا كسبت المغرب، وكده يبقى الارجنتين وفرنسا في النهائي. يعني هنتفرج على ماتش مش هيتكرر تاني. عمنا ميسي اللي داخل الماتش وعايز يثبت للجمهور الارجنتيني كله انه مش متخاذل وزيه زي مارادونا ويمكن احسن كمان، قدام امبابي اللي لتاني مره على التوالي بيصعد نهائي كاس عالم وكل طموحه انه يبقى بطل فرنسا الجديد. الماتش بيبدا وعمك الليو بيحط الاولاني، وبعدها بكام دقيقه الجندي المجهول دي ماريا بيسجل الجون الثاني، وهنا ميسي بيقول انا هاخد كاس العالم. كده حدوته مين احسن لعيب في العالم هتخلص، والشوط الاولاني بيخلص 2-0 للارجنتين، والجماهير الارجنتينيه شبه بدات تحتفل باللقب. بس مع بدايه الشوط الثاني بيجي امبابي اللي كان سابق الجيل بتاعه بشويه حلوين ويسجل الاول والثاني وبياخد الماتش للوقت الاضافي. وهنا عمك ليو بيحط الثالث ولسان حاله بيقول ما تبوخيش بقى، لكن امبابي لثالث مره بيحط الجون وبيتعادل وبياخد الماتش لضربات الجزاء. وهنا بقى ما نقدرش نقول مين احسن من مين، دي ضربات حظ، واللي حظه ماشي النهارده هياخد الذهب وهو مروح. وخليني اقول لك ان مارتينيز حارس الارجنتين عمل ماتش عمر وشال ضربتين جزاء من فرنسا، ده غير طبعا الانفراد الشهير في اخر دقيقه في الماتش.
وهنا اخر كرة للارجنتين، اخر فرصة واخر محاولة، مونديال يخش فعلا بتدخل جون، والارجنتين بطل الكاس العالم. وكأن الكورة رضيت عن ميسي. جنون في كل حتة، جنون في الملعب وجنون في الشوارع، في قطر وفي الارجنتين وفي كل انحاء العالم. ميسي بطل الكاس، بطل المونديال، وهو بطل الحدوته. وهنا بقى جمهور ميسي قال لك بس ده كده هو الاعظم، لانه جاب القطعه اللي كانت ناقصه في مسيرته. اما بقى جمهور كريستيانو فقال لك لا، ده لسه بدري والدوم ما بيقعش. ولو تفتكروا ان احنا كنا قايلين ان دي كانت اخر فرصه للاتنين، فاحنا النهارده بنشوفهم برضه في كاس العالم في امريكا، والله اعلم هيلعبوا 2030 ولا لا. وفي اخر الحدوته خلينا متفقين ان احنا عاصرنا احسن اتنين في التاريخ، اسطورتين بجد وايقونه الجيل بتاعنا وكل الاجيال اللي جايه. اتنين غيروا تاريخ اللعبه وكتبوا ارقام محدش هيقدر يكسرها. وسواء كنت مشجع لده او مشجع بده، فانت اكيد استمتعت بالفرجه على الاتنين. ويا ريت بقى نبطل مقارنه ما بينهم ونستمتع بالوقت اللي فاضل لهم، اللي بالمناسبه بقى قليل قوي. ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو، وتقول لي في الكومنتات انت تابع انهي نص فيهم، نص موهبه ميسي ولا نص اصرار كريستيانو. نسيت اقول لكم انا علاء، وده برنامج انا علاء. اشوفكم الحلقه الجايه.